السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع لكم في الفيديو رقم 2 بعد ما اتكلمنا على المحصول وإيه المشاكل اللي بتواجهه في التسويق. وزي ما قلنا بنفضل التعاقد فيه، والتعاقد لا يقل عن 50,000 للطن. هو ده السعر العادل على ما أعتقد، لا يقل في موسم 24 صيف 24. بالنسبة بقى نخش في الأصناف اللي بتطلب للزراعة. في عندك جيزة 21، وهو صنف هجين مقاوم لدودة ورقة القطن. بيصلح للزراعة بعد القمح في الوجه البحري. النضج بتاعه بعد 130 يوم من الزراعة، وذو مواصفات زراعية ممتازة. بيقولوا الإنتاجية بتاعته بتوصل 1700 للفدان. الصنف الثاني جيزة 35، صنف جيد هجين مقاوم لدودة ورقة القطن برضو. بيوصل ل110 يوم من الزراعة، وشغال في الوجه البحري والإبلي. والإنتاجية بتاعته من طن ونص لطن و600 للفدان. الصنف الثالث معانا جيزة 82، صنف هجين برضو مبكر النضج من 95 ل 100 يوم. الزراعة بيوجد في الأراضي القديمة والجديدة بالوجه القبلي. ممكن بيزرع متحمل عليه أو منفرد مع محاصيل أخرى. والإنتاجية من بين طن و200 لطن و400 كيلو للفدان. جيزة 83، صنف مستنبط هجين مبكر النضج 100 يوم. برضو مقاوم لدودة ورقة القطن، ويجوز زراعته بالوجه البحري منفرد أو متحمل عليه محاصيل أخرى. والإنتاجية بتاعته من طن و300 كيلو لطن و500. طبعا النجم الصنف اللي هو جيزة 111، وهو يعتبر النجم بتاع التهاوي، وهو هجين مقاوم لدرجة القطن. ينضج بعد 120 يوم من الزراعة. وينجح زراعته بجميع المحافظات الجمهورية حتى الوادي الجديد والأراضي الجديدة بالوادي، ولا ينصح بتأخير الزراعة عن شهر مايو. ودي نقطة مهمة جدا جدا يا جدعان، لأن في ناس، هو أنا بعتبر إن هو من ضمن اللي بيسبب قلة المحصول، اللي إن الناس بتزرعه في آخر مايو. أنا في رأيي إبريل 10 مايو يكون آخر 10/5 يكون آخر زراعة 111 جيزة 111. والإنتاجية بتاعته بيقولوا بيوصل ل 1700 للفدان بالأراضي القديمة، ومن طن و200 إلى طن و400 في الأراضي الجديدة. بعده جيزة 22، صنف مستنبط هجين عالي المحصول متوسط لمقاومة دودة ورقة القطن. ينضج بعد حوالي 115 يوم من الزراعة، لذلك ينصح بزراعته بمحافظات مصر الوسطى والعليا، ولا ينصح بتأخير الزراعة عن شهر مايو. وتتراوح الإنتاجية ما بين طن ونص إلى طن و700 للفدان بالأراضي القديمة. وبالنسبة للأراضي الجديدة بجنوب الوادي من طن و200 إلى طن و400 كيلو. ديت بالنسبة للأصناف. مش هنتكلم دلوقتي في إيه، في حاجة تانية، بحيث يكون الفيديو صغير للي عاوز يعرف الأصناف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم المهندس عبد العاطي العرابي العشري، خريج كلية الزراعة جامعة القاهرة، قسم استصلاح واستصراع الأراضي الصحراوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.